السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، وعدنا لكم في مقطع جديد. لكن قبل ما أبدأ معكم المقطع مش لازم أتكلم، خلاص لايك لهذا المقطع. أيوة لايك، دوس لايك لهذا المقطع إذا تشي تفوز على إيران. لا دوس لايك على هذا المقطع وشاركوا للأصدقاء بجروبات الرياضية وهكذا، يعني شارك الرابط حق المقطع علشان دعما منك، علشان نستمر معكم، علشان يوصل المقطع هذا لمنتخبنا الوطني. في البداية ما كنتش ناوي أسجل مقطع لأنه قلنا بنتكلم عن المباراة اللي بعد التأهل والفوز على لاوس، أو الفوز الصعب على لاوس. مباراتنا أمام لاوس كانت مباراة للأمانة في شوطها الأول صعب إنه أحد يتكلم فيها فنيا، بما أنه غزارة الأمطار كانت عالية جدا. شفنا منتخبنا أدى أداء أفضل من الشوط الثاني. في الشوط الثاني تخبطات كثيرة، أخطاء، فرديات، اللعب بأنانية بدأ. احنا ما بنقولش انه خلاص كل المباراة كانت أنانية أو كل اللاعبين كانوا أنانيين، لكن في أنانية كانت موجودة في المباراة. فإن شاء الله مدرب منتخبنا الوطني راح يتكلم مع اللاعبين بهذه النقطة، ولازم يتكلم مع اللاعبين. صحيح ان اللاعبين في سن صغير، لكن لازم يتكلم معهم. صحيح ان اللاعبين بعضهم دخل 10 دقائق، بعضهم دخل 9 دقائق، بعضهم 5 دقائق. فهذا اللاعب اللي دخل بهذه الفترة القصيرة فحابب انه يثبت نفسه. اي كرة تجي يحاول انه يا انه بيسجل هو يا بيراوغ 2 3 علشان يسلط عليها الاضواء. وهذا كله بسبب ايش؟ بسبب التأخر بالتغييرات. يعني كان المفترض انه يكون التغييرات مبكرة، يعني مدرب لاوس وخاسر يغير ومتعادل يغير ويغير، واحنا متأخرين بالتغييرات. مع انه الدكة للأمانة، الدكة اللي موجودة مع المدرب محمد البعداني في هذه البطولة أفضل من الدكة اللي كانت في بطولة غرب آسيا اللي فزنا فيها مع المدرب قيس صالح. فالدكة ما فيش عذر إنه اللي بالدكة أفضل ولا الأساسي، لا، في معك بالدكة لاعبين للأمانة هم اسمهم إنه مش زي الدكة اللي كانت مع المدرب قيس صالح. فأخر بالتغييرات هذه برضو سبب من الأسباب اللي خلت المباراة تكون بهذا الشكل. معانا شيء ثاني اللي هو مهم برضو وحصل بالمباراة، التركيز على الاختراق من العمق. يعني اللاعب ما يخترق إلا من العمق، ما فيش لا يسار ولا جناح يسار ولا جناح يمين ولا في اختراقات ولا في عرضيات لا، لازم يخترقوا من العمق. وهذا شيء غلط. احنا شفنا بالدقائق الأخيرة عندما نزل اللاعب زيد القراش اللي يحمل الرقم 9، أعتقد اسمه زيد القراش، فشفنا لما لعب وخلى الاختراق من الجهة اليسرى، بعض الأحيان رجع اللاعب الثاني يخليها من الجهة اليمنى، فشفنا إنه في تحسن. صحيح إن اللاعبين ما كانوش بيمرروا الكرة، لكن كان في اختراقات من الأطراف، مش شرط إنك تخترق من الوسط. حاولت مرة مرتين خلاص وقف، يعني شكلي سحاول طول المباراة وخلاص راحت المباراة. فلازم تحاول تنوع اللعب، سواء اختراق من الأطراف، سواء تسديدات. شفتوا تسديدات المنتخب لاوس؟ هذا لاعب ناشئ، فاللاعب ناشئ، لكن التسديدة اللي حصلت منه بالطريقة الأمانة هدف خرافي. لو جينا نشوف ايش السبب انه ما كان فيش مضايقة على اللاعب. أنور الطريقي بتشوفوا انه بيهاجم أكثر، بعدين ما يركز على الشق الدفاعي. فأكيد تعليمات مدرب، لكن لازم المدرب يبين لهم أن الشق الدفاعي برضو مهم، بالذات في المواجهات القادمة. فوجهة نظري الشخصية أنا كشخص، يعني ما اكتبوا بالتعليقات أنتم بتقولوا لا مش، أنا أتكلم عن وجهة نظري أنا الشخصية. كل شخص عنده وجهة نظر شخصية ولازم تحترموا هذا الشيء، سواء الأشخاص اللي بيكتبوا بالتعليقات أو شيء، يعني بتكلم بشيء. أنا من وجهة نظري الشخصية إنه المدرب يريح مفاتيح لعب منتخبنا الوطني الناشئين. إراحة اللاعبين في مثل هذه المباراة، لا تنساش إن في مباراة قوية بين إيران وكوريا، فكلهم بيتصارعوا على المركز الأول. فأنت كفريق شفت إنهم كل واحد أقوى من الثاني، سواء منتخب إيران أو منتخب كوريا. إحنا أحيانا بنقول بيتجنب إيران لوجه كوريا، لا، برضو إيران فريق وفريق قوي ومرشح للقب. فأنت كمدرب وطني عندك فرصة إنك تريح لاعبين لمدة 4 أيام إلى 3 أيام، يعني إراحة أيضا أكثر، يعني مو 4 أيام 3 أيام، يمكن 6 أيام بتريحوا اللاعبين الأساسيين اللي هم مفتاح اللعب اللي أنت معتمد عليهم.
ليش؟ لأنه الدكة مثل ما تكلمت إنه عندنا دكة للأمانة قوية، مش زي الدكة اللي كانت متواجدة مع المدرب قيس صالح. فنشي من المدرب محمد البعداني التركيز على المباراة القادمة، التركيز على المباراة اللي بتكون بعد مباراة تايلاند. مباراة تايلاند يلعبوها الشباب المتواجدين وبيفوزوا بإذن الله، في حالة إنه أخذوا بتعليمات المدرب، في حالة إنه تم توجيههم بتوجيه صح، في حالة إنه كذلك التغييرات اللي بتكون متواجدة، إنه عرف نقاط ضعف منتخب تايلاند وكذلك نقاط قوتهم عشان يلعب معهم بطريقة حلوة. ولا تنسوا قد ربما تفوز إيران ونجي نواجه كوريا، وبالأخير قد تفوز كوريا ونواجه إيران. فالشغلة مش بيدك أنت، قد ربما تطلع المركز الأول وتنتظر الخصم اللي بيكون إيران يجيك، لا الخصم بيكون كوريا والعكس. فأنت ريح لاعبينك واستعد للمباراة، والأخير أنت مستعد للخصم أيا كان. فلازم يركزوا على هذه النقطة، لازم المدرب يريح أكبر عدد من اللاعبين علشان المباراة اللي بتكون بعد هذه المباراة. وخلونا واقعين، الأشخاص اللي بيتكلموا عن مباراة لاوس إنهم متخوفين، أنا واحد منكم كذلك، لكن نكون واقعيين أكثر. ما فيش فريق اسمه فريق ضعيف وفريق قوي. الفريق لو هو ضعيف ما بيوصلش لنهائيات كأس آسيا للناشئين. الفريق لو ضعيف بيخرج من التصفيات. فبلاش موضوع إنه لو الجمهور اليمني أو لو اللاعبين اليمنيين بنفس تفكير بعض الجمهور اليمني إنه هذا فريق له سهل بنفوز على بالراحة، خلاص بيوقع استهتار بكل الفرق وبناكل بلاوي. ليش؟ لأنه في استهتار، مثل الجمهور الرياضي مستهتر بفريق لاوس. طيب فريق لاوس هذا ليش وصل لنهاية كأس آسيا؟ لأنه فاز على، شوفوا راجعوا كل التصفيات بتشوفوا معمل لاوس كانت تلعب، بتشوفوا كم فازت نتائجها. كذلك بتشوفوا تايلاند البلد المستضيف، كذلك ماليزيا. فهم في آسيا جمعوا 16 فريق، هذول 16 الفريق فريقنا واحد من هذول ال 16، واحنا عارفين وضعنا وعارفين إمكانياتنا وعارفين بلادنا. فلا نجيش نستهتر في بعض الفرق إنه فزنا بصعوبة والمفروض كنا نفوز ب6 واللي يقول كنا نفوز ب6. ففي حاجات لازم تدار بالعقل قبل كل شيء. هذا اللي حبيت أتكلم فيه في هذا المقطع، وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في المباراة القادمة أمام تايلاند، وكذلك في المباريات القادمة بإذن الله في هذه التصفيات المؤهلة لكأس العالم. اللاعبين ما نشيش نضغط عليهم كثير بموضوع كأس العالم، لأنه الاتحاد اليمني لكرة القدم فاشل مع كل المنتخبات، فأصبح يصدر لنا هذا المنتخب فقط، وخلى كل الضغوط على هذا المنتخب نحو كأس العالم. هيا إلى كأس العالم، المهم خلي كل الضغوط على اللاعبين، حتى اللاعبين اللي بيتكلموا فيديو كله على كأس العالم. خلاص أصبح ضغوط كبيرة على اللاعبين، وهذا شيء غلط. هذا شيء غلط إنك بتصدر فشلك اللي بس تخلي الناشئين إنهم هم اللي بيخلوا نجاحك. لا بالعكس، نجاحك بيكون مع المنتخب الأول، مع المنتخب الأولمبي، مع الشباب، مع الناشئين. مش الناشئين فقط، الناشئين بالفطرة، ما خسرت لهمش الناشئين بالفطرة. هذا اللي حبيت أتكلم فيه. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.